اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين لكم فكره فيديو جديد ان شاء الله تعجبكم. هنعمل فراخ مشويه وهنعمل رز بسمتي اصفر وهنعمل سلطه بابا غنوج. هنجيب الاول فرخه، لازم طبعا تبقى مغسوله كويس جدا بملح وليمون كويس جدا، وبعد كده نغسلها، وبعد ما نغسلها على طول نتبلها بملح وفلفل الفرخه الاول، وبعد كده نجيب صينيه ونحط فيها بقى ايه، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، نص ليمونه، بهارات فراخ، كاتشب، مايونيز، صلصة، يعني اي توابل عندك ممكن تحطيها، تبقى طعمها حلو جدا. وفلفل اسود طبعا لازم، وبابريكا مدخنه او بابريكا عاديه اللي موجود. والفرخه انا بحب بعد ما بغسل الفرخه لازم اتبلها بملح وفلفل اسود من جوه ومن بره، عشان تبقى ايه، لو فيها اي حاجه لسه تبقى برضو تبقى حلوه. وهنحط معلقه كاتشب كبيره. متنسوش يا جماعه شير ولايك وسبسكرايب للقناه، وبرضه هقول لكم تاني، لو ليكم اي اقتراحات للقناه او اي كومنتات يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات تحت. وبرضو يعني 3 4 معالق لبن كده بيدوا برضو في الشوي طعمها بيبقى، بيدوها طراوه، بتبقى حلوه جدا. زيت، ونحط زيت برضو، معلقتين زيت، ونقلب التتبيله دي كلها مع بعض. وبعد كده نجيب الفرخه ونحط، نتبل الفرخه بقى من جوه ومن بره كويس جدا. الدعاء يا جماعه لاهلنا في فلسطين واخواتنا، ربنا ينصرهم يا رب وينجيهم. بعد كده نجيب الفرخه وندهنها بقى كويس جدا من بره ومن جوه بالتتبيله دي كويس جدا، نخليها تبقى يعني كلها تتبيله بالمنظر ده. بعد كده برضو نحط حبة فلفل اسود وبابريكا من فوق كده، وخلاص بقى كده، ونسيبها شوية قبل ما تخش الفرن، نسيبها تقريبا نص ساعة او زي ما انتوا عايزين، كل ما تقعد في التتبيلة تبقى احلى. ونسيبها بقى بعد كده وندخلها الفرن في درجة حرارة 180 درجة، في النص فوق وتحت. اول ما تاخد لون نطفي من فوق ونسيبها من تحت بقى تبقى مشوية وتبقى جميلة. لو عايزين برضو تقطعوها عادي، بتبقى نفس النتيجة يعني عادي. عايزين تشجيع يا جماعة، شجعونا. مفيش يعني، بحس ان مفيش تشجيع، خلاص لايك ومشاهدة وبس. عايزين يا ريت لو في اي كومنتات يا ريت تقولها لنا. دلوقتي هنعمل سلطة البابا غنوج. بنجيب بتنجانة صغيرة او كبيرة زي ما انتوا عايزين، الحجم اللي انتوا عايزين تعملوه. بنشويها طبعا كده، وبنشوي معاها فصين توم وبصلة. كل ده بيبقى نشويه على النار. وبعد ما يبقى مشوي والبتنجانة تبقى طرية خالص كده، خلاص بنشيلها ونحطها في طبق، ونشيل الجلد الاسود بتاعها ده، هتلاقوه طالع خالص لوحده، ونحطها في طبق ونقطعها، ونحط عليها معلقتين طحينه، ونفصين الثوم والبصل المشوي وكل حاجه المشويه نحطها معاها، ومعلقتين طحينه، خل وملح وكمون، ونص ليمونه، ادي كمون. وهنقلبهم كويس جدا، وتبقى دي بس بيبقى طعمها تحفه جدا مع المشويات، وطريقتها سهله كمان. وده ملح. تمام. ونقلب بقى المكون، ممكن تعملوها برضو في الكبة او حاجه، بس احنا بنحبها تبقى يعني مش مهروسه قوي بالمنظر ده. وكده خلاص، يبقى كده سلطه البابا غنوج خلصت. هنسيبها بقى في التلاجة لغايه ما نعمل الرز ونحط بقى، نقدم كله مع بعض. الرز هنحط معلقتين سمنه، وهنحط ننزل بالرز على طول في السمن. وبعد ما ننزل بالرز على طول نشوحه شويه، بعد كده ننزل بالتوابل اللي هي توابل بهارات كبسه، ملح، فلفل اسود، آه واحده مرقه دجاج، وممكن نحط كركم. ما تنسوش يا جماعه ذكر الله، اهم حاجه ذكر الله. نذكر الله على طول ونصلي على النبي في الكومنتات. كل اللي شاف الفيديو ده امين عليه ينزل يصلي في الكومنتات على النبي، وربنا يا رب يجازينا خير كلنا ان شاء الله. معلش دي غلطه مطبعيه، استحملونا. معلش انا اسفه جدا. حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده حطينا الرز، وهنحط بقى التوابل عليه، ننزل عليه توم باودر، بصل باودر، وبهارات رز كبسه، هي بهارات بتتباع كده، وكركم وملح وفلفل اسود.
نظبط بقى كل حاجه بتاعته ديت ونحط ملح كويس، وبعد كده نقلب وخلاص وننزل عليه بالميه. هو بقى كده يعتبر استوى كده اتعمل الرز البسمتي. تمام، ونقلبه لغايه ما ينشف كويس جدا، وبعد كده نحط عليه ميه. الميه بتاعه الرز البسمتي بتبقى اكتر شويه من الرز العادي، يعني نزود الميه شويه ونحط معلقه صلصه بس، ونقلب بقى. بنقلب ونحس المكونات كلها اندمجت في بعض. نبتدي بقى ننزل عليه بالميه السخنه، لازم تكون سخنه عشان يستوي كويس. تمام، نزلنا عليه بالميه السخنه وبس كده يا جماعه. كان كده استوى، وادي شكل الاكل النهائي. الرز طبعا لونه تحفه وجميل، والفراخ بعد ما اتشوت بقت شكلها تحفه، وبألف هنا وشفا للي نصيب في حاجه وياكلها. وادي طبعا عملنا جنبها ملوخيه، عملناها كتير في القناه. وادي سلطه كول سلو برضو طريقتها نزلت من كام يوم، وسلطه البابا غنوج اللي احنا عملناها. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، كان بسيط وسهل وخفيف سريع. يا رب يكون عجبكم. شير ولايك وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش ذكر الله والصلاه على النبي. وبس كده الفيديو معنا خلص. مع السلامه.